توفي الإمام عاصم سنة 127 هجريا. توفي الإمام عاصم سنة 127 هجريا. توفي الإمام عاصم سنة 127 هجريا. ايه يا ابني ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بذاكر زي ما انت شايف، انا عمال اذاكر اهو. انت كده بتذاكر؟ اه كده بحفظ المعلومة. طيب بقى قابلني بقى. ذاكرت، كررت، تعبت، عمال تكرر ومع ذلك بتنسى. تعال اقول لك تعمل ايه. كلنا اكيد مرت علينا الجملة الروعة دي: تكرار بيعلم الشطار، او ان التكرار بيعلم. ولكن هل فعلا هو ده اللي انا محتاجه عشان ما انساش المعلومه؟ اكيد كلنا جربنا وكررنا ومع ذلك بنلاقي نفسنا بننسى. طب ايه الحل؟ بدل ما نعمل زي صديقنا اللي شفناه في اول الفيديو، فاحنا محتاجين نعرف على تركايه تساعدنا ان احنا نعرف ما ننساش المعلومه. احنا قبل ما نعرف ان احنا ازاي ما ننساش المعلومه، فاحنا محتاجين اصلا نعرف ازاي دماغنا بيخزن المعلومات. دماغنا بيقدر يخزن المعلومه في 3 مراحل. اول مرحله التلقي، تاني مرحله تخزين المعلومة في الذاكرة قصيرة المدى، ثالث مرحلة تحويل المعلومة دي من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى. هو ليه أساسا بيحولها من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى؟ لأن الذاكرة قصيرة المدى دي الذاكرة اللي أنت بتقدر تحتفظ بيها بالمعلومة لمدة لا تتجاوز من نص دقيقة لدقيقة. أما الذاكرة طويلة المدى فهي الذاكرة اللي أنت فعلا بتقدر تحتفظ بيها بالمعلومة بقى الأيام، شهور، سنين، طول عمرك، وعلى حسب مدى تعرضك للمعلومة. أنا قلت كلمة هنا مهمة جدا: تعرضك للمعلومة، وهي دي اللي ترك اللي احنا عاوزين نمسك فيه بايدينا واسناننا. الفكره بقى في ان انا اساسا عشان اقدر احول المعلومه من الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى في طرق كتير، واتكلمنا عن واحده منها قبل كده، وهي فكره نظام التاثير. النظام الجديد اللي عاوزين نتكلم عليه وهو راس الموضوع بتاعنا: نظام التعرض المتباعد مع الربط. ايه نظام التعرض المتباعد مع الربط؟ وفكرة النظام المتباعد مع الربط هو انك انت بتحاول تقسم مدة تعرضك للمعلومة دي على فترات متباعدة مش متساوية، وتلنك كل مرة حاجة جديدة. ازاي؟ ده اللي هنقوله دلوقتي. ببساطة انت عاوز تحفظ اي معلومة، اول يوم في سلسلة التعرض المتباعد. انا هاجي النهارده وهقرا المعلومه دي لمده 10 مرات. هتيجي بكره وتقوم ضايف حاسه جديده، وهو دي الربط. انك انت تيجي بكره تقوم مكررها بس 5 مرات، ولكن ال5 التانيين انك انت بتعوضهم من خلال انك انت بتشوف مشهد فيديو او صوره للمعلومه اللي انت عاوز تحفظها دي، بحيث انك انت ضفت حاسه جديده من حواس تعلم، وهي حاسه البصر. وكده يبقى انت في التايم لاين ضفت حاسه جديده للحواس اللي انت عاوزها. وبعد كده بتسيب يومين وتقوم ضايف حاسة جديدة، وهي حاسة السمع. انت هتحاول تسمع المعلومة دي، مش بس هتكررها بلسانك، انت هتسمعها، سواء بقى هتسمع صوتك انت، هتسمع صوت اي حد تاني، تسمع مدرس، تسمع اي حد. المهم انك انت هتسمع المعلومة، هتدخل المعلومة دي لدماغك عن طريق حاسة السمع. بعد كده تيجي بعد 4 ايام وتضيف نظام التأثير. بعد كده انت هتسيب 8 ايام او اسبوع كامل وترجع للمعلومة دي من خلال تبديل الحواس دي. كل مرة هتستخدم حاجتين من 4 أو 5 حاجات. يعني مرة تحب تستخدم التكرار اللفظي مع مشهد، مرة تحب تستخدم مشهد مع سماع، مرة تحب تستخدم نظام التأثير مع مشهد، وهكذا. تستخدم كل مرة بفترات متباعدة، وكده انت تبقى انت قدرت انك انت تخلي ذاكرتك طويلة المدى حفظت المعلومة بأكتر من طريقة للوصول إليها، بحيث يبقى التذكر إليها سهل جدا وبدون ما انت تحس. وزي ما احنا شايفين المنظر ده، هو ده منظر التايم لاين اللي انت هتستخدمه اول ما انت تقدر تعمل موضوع التعارض المتباعد مع الربط. وبس كده، هو ده المبدأ، وهو ده المبدأ اللي انت هتمشي عليه. اول مرة تكرار لفظي، ده هيبقى حاسة اللسان. بعد كده هتضيف المشاهدة، فتبقى دي حاسة البصر. وبعدها تسيب يومين وهتضيف حاسة السمع، تسمع المعلومة دي من اي طريقة. وبعد كده تسيب 4 ايام، وبعد كده تحاول تضيف ليها نظام التأثير، وده هيبقى إبداع وتأثير، سواء تضيف لها رسمة، أغنية، أيا كان. وبعد كده هتقوم تقعد تنتقل ما بين كل الحواس دي برضو بفترات متباعدة، يعني بعد 8 أيام وبعد كده 16 يوم وهكذا. خلال الشهر ده أنا أضمن لك بنسبة 100% أنت مش هتنسى المعلومة. أنت بالطريقة دي قدرت فعلا انك تخلي دماغك يرسخ المعلومة دي باكتر من وصلة عصبية، وبنيت شبكة عصبية كاملة داخل دماغك عشان توصل لك المعلومة دي. كده احنا بنكون في الفيديو ده اتعلمنا ان احنا ازاي نقدر نربط المعلومات ونستخدم نظام التعرض المتباعد مع الربط
في ان احنا نحفظ اي معلومه ونتذكرها في اي وقت احنا عاوزين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تدعمني باللايك الذهبي منك، احنا بقينا قرايب بقى واصحاب دلوقتي. ولو انت بقى مننا وفينا وفي قافله الطلاب المزنوقين، فانزل اشترك معانا في القناه عشان هنشوف محتوى كتير وفيديوهات هتساعدنا ان احنا نفتكر من خنقه الطالب المزنوق. وبس كده، سلام.